عودة الفخوري لاعب من أبرز اللاعبين الواعدين من المنتخب الأردني. من اللعيبة كده يا صديقي العزيز إن هم بيتمتعوا بالمهارة والسرعة والقدرة العالية في التسجيل. وطبعا احنا شفنا منتخب الأردن والتألق الشديد جدا ما شاء الله تبارك الرحمن لمنتخب الأردن في كأس العرب. وكمان على ما أعتقد إن منتخب الأردن راح كأس العالم، فاللاعب ده هيبقى حاجة عالية جدا لو راح معاهم في كأس العالم وتألق كمان إن شاء الله. ولكن أنا هقسم فيديو عودة الفخوري لثلاث حاجات: إحصائيات اللاعب، مزايا اللاعب، وأيضًا اللاعب شبيه لمين في طريقة لعب، علشان أنت يا صديقي العزيز تبقى واصل لك كل حاجة عن اللاعب. ولكن قبل ما أدخل في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا. عودة الفخوري لاعب من مواليد 2011-2005، يعني حوالي 20 عام. يلعب حاليًا عودة الفخوري مع نادي الحسين في الدوري الأردني، ولكن خلينا نروح للمساهمات التهديفية للاعب. في الدوري الأردني لعب 9 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد. وفي دوري أبطال آسيا، بس أنا هاجي لك هنا يا صديقي العزيز لأن أنا ما أعرفش هل دوري أبطال آسيا الأول والّا التاني، زي كده دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. المهم إن هو في بطولة آسيا لعب 4 مباريات، سجل هدفين، فده مؤشر قوي جدًا. وخلّينا نقول مؤشر قوي جدًا في حكاية الإحصائيات للاعب في سن ال20 سنة. وكمان القيمة التسويقية للاعب مقدرة على حسب برنامج ترانسفير ماركت، مقدرة بحوالي 200,000 دولار أو يورو، ولكن على ما أعتقد يعني يورو، علشان أنا مش متأكد العملة بالضبط إيه يعني في برنامج ترانسفير ماركت. إيه هي مميزات اللاعب؟ وليه اللاعب يعني عليه ضجة كبيرة أو مش ضجة، يعني ممكن الناس تكون مش واخدة بالها أوي من اللاعب. لما ينتقل النادي الأهلي ممكن يكون في بعض التساؤلات: هل اللاعب ده يستحق الانضمام للنادي الأهلي؟ هل اللاعب ده على قدر مسؤولية نادي الأهلي؟ خلينا نشوف. عودة الفخوري لاعب بيتميز بثلاث حاجات: السرعة، المهارة، والتصويب. يعني لما أجي أكلمك عن لاعب بيمتاز بالسرعة والمهارة والتصويب، فأنا هنا بتكلم عن وينج ليفت، يعني أعتقد متكامل. لأن أنا محتاج إيه من الوينج ليفت؟ السرعة، اللي أنا أعدي واحد على واحد ومن خلال مهارتي أو من خلال مراوغتي للاعب، والتصويب اللي هو فعلا عودة الفخوري أبهرني بالأهداف اللي هو بيسجلها. بصراحة يعني عنده قوة في التصويب كويسة جدا. عنده يعني برضك اللي هو ركنة برضك في التصويب كده تخلّي الكورة، لأ أنت متأكد إن الكورة دي إلا بقى لو يعني توفيق من عند ربنا الكورة ما تتسجلش في الجون. فأنا هنا باتكلم عن وينج ليفت يا جماعة، عنده مزايا كويسة جدًا في حتة المهارة، ولاعب دولي، وكمان اللاعب لعب مع منتخب الأردن في كأس العرب، فده شيء كويس جدًا برضك. واللاعب مساهماته التهديفية كويسة، يعني اعتبر في موسم 2025، موسم 2026، بالبطولتين اللي هم مذكورين في برنامج ترانسفير ماركت، الدوري الأردني وبطولة آسيا، 13 مباراة صديقي العزيز، ساهم بحوالي 7 أهداف في لعب 20 سنة، فده شيء كويس جدًا. كمان عاوز أشيد مرةً ثانية بحاجة، وهي قوة التصويب اللي عند اللاعب. في كام كورة كده ممكن تكون اتعرضت أمامك يا صديقي العزيز إن اللاعب عنده قوة في التصويب كويسة جدًا. لاعب هادي، لاعب عارف هو بيعمل إيه في الكورة، وده اللي ممكن النادي الأهلي يحتاجه بشكل قوي جدًا. لاعب ممكن يتطور يا صديقي العزيز معاك بشكل قوي جدًا، سواء بقى إن هو يكمّل معاك وتبني عليه الفريق الفترة المقبلة إن شاء الله النادي الأهلي، أو تبيعه برقم كويس. فأنا هنا باتكلّم عن لاعب هو إيه، لو تألّق مع النادي الأهلي إن شاء الله، ده طبعًا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى واجتهاد من اللاعب وتطوّر من اللاعب، يعطي النادي الأهلي ميزة كبيرة جدًا. خلّينا نلجأ لحاجة كمان بقى، اللاعب ده شبيه للعب مين من وجهة نظري الشخصية، وكمان مين اللاعب اللي ممكن ييجي مع الراجل دوّة وفعلًا يعمله جبهة شمال بعد رحيل بن شرقي يعني النادي الأهلي. عوض الفخوري لاعب يشبه من وجهة نظري في طريقة اللعب، وهو إبراهيم عادل. النادي الأهلي أنا سمعت كلام يعني أو شُفت أخبار إن النادي الأهلي كان عاوز إبراهيم عادل، وممكن إيه المانع يعني إن ممكن الله أعلم يحصل أي تغيُّرات وإبراهيم عادل ييجي النادي الأهلي. ولكن اللاعب ده فعلًا طريقته شبه إبراهيم عادل، لاعب واعد، لاعب كويس جدًا، باشيد بيه للمَرّة مش عارف الكام بصراحة، بس هو لاعب إن شاء الله كويس جدًا وعاجبني أوي بصراحة. بقى اللي نادي الأهلي برضه كان اسمه مرتبط باللاعب وهو ديريك كوتيسا. كوتيسا يا جماعة لاعب يمتاز بالسرعة وبيمتاز برضه إن هو بيقدر يسجل الأهداف. حاليًا باين يلعب في اليونان مع نادي أيك، باين مش متأكد أوي الله أعلم يعني لو في حاجة غلط في اللي أنا قُلته في المعلومة الأخيرة دي لديريك كوتيسا، ولكن هو لاعب، هو اللاعب المثالي الأقوى الأفضل لنادي الأهلي. طب مين اللاعب التالت اللي ممكن يعوّض بن شرقي أيضًا في الحتّة دي مع عودة الفخوري؟ خُد بالك لازم عودة الفخوري ييجي، ولازم أيضًا لا أحمد عبد القادر، لا تجيب wing left، وهو عندك خيارين من وجهة نظر النادي الأهلي: زلاكا اللي في بيراميدز، إبراهيم عادل اللي في نادي الجزيرة الإماراتي.
ممكن الاسم ده أنت ممكن تكون مش واخد بالك منّه، لإن هو كان اسمه مرتبط قبل كده بنادي الزمالك وهو كليب زادي. كليب زادي برضك هو يعتبر لاعب طريقة لعبه شبه ديريك كوتيسا، وده اللي النادي الأهلي هيحتاجه في أفريقيا. يعني لو إحنا جينا نتفرج دلوقتي على يعني في الوقت الحالي لورش مع الوداد، أنا برضك شايف إن لورش هو أيضًا طريقة لعبه زي كليب زادي وأيضًا زي ديريك كوتيسا، فأنا شايف إن دول اللعيبة المثالية جدًا لنادي الأهلي. الخلاصة صديقي العزيز، عودة الفخوري لاعب ممتاز جدًا، لاعب بيتميز بكالتالي. الخلاصة يعني فيها إن هو يقدر يعدّي واحد على واحد، أي المهارة والمراوغة. تاني حاجة السرعة، تالت حاجة التصويبات، وخُد بالك بقى من الحتّة دي هاتفرّغ منها شوية، التصويبات القوية. لاعب دولي مع منتخب الأردن 20 سنة، فده شيء كويس جدًا. في نهاية الفيديو ما ننساش صلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.